أهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين بين سبورتس. نرحب بكم في الكلمة الأخيرة حيث الكلام لا ينتهي والنقاش والحوار ومتعة النسخة المونديالية الحالية مستمرة من كأس العالم فيفا 2026. نرحب سريعا في نخبة من الصحفيين المميزين: بدر الدين الدريسي، نبيل التليلي، صابر الغراوي، مساعد العصيمي. أهلا وسهلا بكم جميعا. والفرحة العربية مستمرة، فرحنا بالأمس في فرحة مصرية مثلتنا جميعا كعرب، واليوم الفرحة مختلفة في وصول أول إلى دور ربع النهائي من المغرب. فألف مبروك لبدر ولنا ولجميع العرب. شكرا جزيلا زميلي مشاري، شكرا لزملائي الأعزاء الحضور الكريم، وأيضا لكل أعضاء قناة بين سبور على تهانيهم القلبية. هو انتصار للعرب، انتصار للأفارقة، انتصار للكرة القدم الجميلة. مساء الفرح والسعادة، مساء يليق بالوجوه المضيئة وبالقلوب الطيبة وبالأرواح التي تنطر المحبة أينما حلت. مساؤكم نور وسرور، مساء العبور، مساء الخير الذي يعم هذا البلد الجميل. وأيضا متمنياتنا بأن أصدقائنا أشقائنا المصريين أن يكونوا إن شاء الله. بس احنا ما نطوف الفرصة عشان لازم يعني في شوية يعني فرح، والجماهير المغربية والجماهير العربية تستحق الكلمات والفرحة المستحقة بعد هذا الإنجاز الكبير للمغرب. طبعا فلازم نسمع صوتك يعني. فرصة الأمس صابر مع مصر واليوم بدر مع المغرب. طيب وحنا معك في أغنية جميلة تتغنى بالإنجازات الرائعة لأسود الأطلس. نحاول قدر ما نستطيع أننا بأصواتنا الشجية ما شاء الله أننا نقتفي أثرها. ديما 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 سير 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 سير، ديما ديما مغرب، سير 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 في القمة علي والراية المغربية. سير سير سير، بونو 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 زين الضحكة، بونو زين الضحكة، عربي 100%، حكيمي نمبر 1. ايوه كمل. وحسن كابيتان، طالع هابط فنان، وديما شاعل تيران. ديما 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 مغرب، سير سير سير. يلا يا جميل جميل جميل. استاهل المغرب. الله يبارك فيك. يستاهلون والله. من الدوحة إلى أمريكا والحكاية مستمرة والتاريخ يكتب، والمغرب المونديالي في العالي. نتابع في هذا التأهل المستحق في كتابة التاريخ. كانت هنا في الدوحة واستمرت في أمريكا. من أين تبدأ في هذا الإنجاز الكبير المستمر لمشروع مغربي عالمي مونديالي؟ أبدأ يا مشاري من حيث كانت البداية الحقيقية، من حيث أتمننا العرب والأفارقة على أن نحمل رسالة وأن نرفع مشعل وأن نذهب بلواء أن نجر ورانا كل المنتخبات العربية، لكي لا تعتقد أن عندما تدخل المونديال أنها تطرق أبواب المستحيل. لا مستحيل على أحد. فبالتالي كان المغرب يحمل هذه الرسالة، والمنتخب المغربي كان عارف على أنه مثقل بهذه الأمانة، أمانة أن يستمر في صناعة الفرح، في صناعة المجد، في صناعة الفخر، في صناعة هذه السعادة التي عمت المغاربة في المغرب. على طاري السعادة، هذه السعادة والفرحة في الدار البيضاء. طبعا في الدار في كل مكان، في كل مكان. أنا يا مشاري منذ الأمس إلى غاية اليوم وأنا أتفرج يعني بكامل الاعتزاز والفخر على مشاعر الفرحة التي عمت المغرب من أقصى إلى أقصى. ليس هذا فقط، بل عمت كل عواصم العالم. بل أجمل ما شاهدته أنا شخصيا وأثر في مشهد الذي نقل من قنوات بين سبور لأشقائنا وحبايبنا في فلسطين الشقيقة، يحتفلون في عز الألم والجراح والمعاناة والآناء، يحتفلون بإنجاز المنتخب المغربي. أليس هناك فخر أكثر من هذا الفخر؟ موجودة. أنا أتصور تشوفها موجودة. طبعا احتفالات الجماهير بفوز وتأهل المغرب في مدينة رام الله الفلسطينية كما ذكر بدر. نتابعها معكم مشاهدينا. صدقني يا ولادي، هدف لمسا القلوب، بلدة الوطن سكنت قلوب
احتفالات الجماهير احتفالات معبرة ولتاه المغرب في مدينة رام الله الفلسطينية. بدر. صحيح والله، يعني تعجزني الكلمات لأنه صراحة عندما يتمكن هذا المنتخب المغربي أن يرسم الابتسامة على شفاه الحزينة، أنا أعتقد أجمل وسام يمكن أن يعلق على صدورنا نحن المغاربة يعلق أيضا على صدور الأشقاء المصريين. نعرف جميعا على أننا بصدد صناعة فرح عربي، بصدد إعادة اللحمة العربية كما كانت دائما على مر الأزمان. نعم، هذا ما نتمنى، فرحة عربية مغربية يا صابر. يا رب يا رب كتر أفراحنا، وعلى قد نيتنا ادينا زي الأغنية الجميلة المصرية استمرار الأفراح. يعني 24 ساعة تاريخية بصراحة في تاريخ كرة القدم العربية بعد فوز مصر وتأهلها لدور ال 16. النهارده المغرب بتخطو خطوة جديدة وبتتأهل للمرة الثانية على التوالي لدور الثمانية. إنجاز أكثر من رائع. فرحتنا كبيرة، الجمهور بفرحتنا. هذه الفرحة بالدوحة في كل مكان، في كل الوطن العربي. كانت في الدوحة، كانت في مصر، كانت في رام الله زي ما عرضت، في فلسطين بشكل عام. طبعا المغرب ده قصة تانية الأفراح فيها. حتى في الدول الأوروبية كل الجاليات العربية كانت بتتجمع، وشفنا فيديوهات كتيرة عرضت بي إن سبورت عدد كبير منها. فرحة كبيرة جدا، أتمنى يا رب تستمر في هذه البطولة. عندنا طبعا أبيات شعر لازم من وقتك يسمع تقول لي لازم أهديها. أكيد المغرب يستحق والجماهير تستحق، لكن الفرحة مميزة في كل الوطن العربي. صحيح. يا صابر. صحيح. وكذلك الفرحة موجودة يعني ونغطيها أول بأول في الكلمة الأخيرة وعبر بي إن سبورت. تفضل. جهد كبير جدا من البي إن سبورت إنها بتستعرض. احنا كنا شفنا الفيديوهات سواء في فرحة فوز مصر أو النهارده في فرحة فوز المغرب، فيديوهات في كل أنحاء العالم متواجدة. الجاليات العربية في أوروبا وكل البلدان العربية بنشوف في التجمعات الكبيرة ومناطق المشجعين. حقيقة كرة القدم جمالها في مثل هذه المشاهد ومثل هذه الاحتفالات. احنا عشان كده بنحب كرة القدم، ومن أجل ذلك تعشق كرة القدم، ومن أجل ذلك تلعب كرة القدم، لأنها بترسم ابتسامة كبيرة جدا على الوجوه بشكل لا يتخيله البشر. مفيش شيء في العالم من الممكن أن يصنع هذا الكم أو هذا الحجم من السعادة في مثل هذه اللحظات سوى كرة القدم. لذلك نتمنى ان احنا يعني دايما تستمر في افراحنا. ولذلك تسمح لي بس اهدي البدر الكلمتين دول، لانه اهداني قصيده جميله امبارح بقول له: يا مهد امجاد الكرام، يا منبت الاحرار، من طنجه وتطوان لوادي الذهب اشرقت الانوار، في الرباط والدار البيضاء نبارك بالانتصار، ومراكش الحمراء تزهو، وفاس تاج للافتخار، الصويرة واكادير غنتا، واسفي تعزف الجيتار، ومن العيون إلى الدخلة لاح فجر الانتصار، وتمددت أفراحه في كل سهل أو قفار، والناظور ووجده قد صدحتا بلحن الازدهار، وبني ملال تشهد أن الأسود سادت كل الديار، دامت بلاد المغرب الغالي منارا للوقار، لتبقى على مر الزمان منبت الأحرار ومشرق الأنوار. يا سلام. دامت المغرب ودامت الليالي التاريخية المونديالية، ونشهد هذه الفرحة في الدار البيضاء بعد غنى بدر وكلمات شعر من صابر. ماذا يقول مساعد؟ والله يا أخي الفرح شيء جميل يا أخي. ماذا يقول جاري؟ يقول جارك جار القمر. يقول جارك القمر يبقى ألف مبروك. ليس لكم فقط، لنا بعد. شكرا. أيضا. لكن اللافت الأكثر أنه هذه الفرحة تعم الجميع. تخيل، أنا أكثر ما لفت نظري في حديثنا اليوم طبعا الكلام الجميل اللي يتكلم فيه الزميلين، لكن أطفال فلسطين. أنا أشوف بعد الإعلان الهدف تقافز الأطفال بشكل كبير. الفرحة اللي حضرت إليهم هذه ليست فرحة مصطنعة، بل شعور داخلي يعني يعطيهم السعادة، يعطيهم القلق، يعطيهم القدرة على أنهم يتفاعلون مع كل شيء جميل عربي. هذا الأمر اللي احنا نتحدث عنه. انظر كيف صار الأمر. الصغار، الكبار، الرجال، النساء، الكل. وهذه فرحة في الرباط كذلك. الكل فرح. لكن يا أخي خلينا أشوف الفرح الكبير كان أمس في الملعب. فرح كبير في الملعب. أنت تشوف المغرب تقدم نفسها بشكل يعني غير. أنا اللي شفتها يعني يقدم نفسه بذكاء كبير. شوط أول لم يكن جيدا، قدم نفسه في الشوط الثاني ووجه رسالة
للمنتخب الكندي أن كرة القدم لا تلعب بالاستحواذ، لا تلعب بطريقة. هذا يمدنا للأفراح اللي صارت الآن. ليش؟ احنا نتكلم عن المنتخب المغربي لأنه فرح من القيمة الفنية العالية اللي ظهرت، من الأداء الرجولي، أنه احنا مهما كان المنافس احنا نتقدم بثبات وبصبر وبعزيمة. نقدم 3 أهداف في مباراة أحيت الفرحة من جديد بعد فرحة مصر. جميل. إذا نبيل، الأفراح مستمرة والجماهير مستمتعة، فخورة جماهير المغرب وكل الجماهير العربية. نعم، الفرحة ليست للمغرب فقط، الفرحة لكل العرب. المغرب أصبح اليوم سفيرا للفرحة. مع كل إنجاز، مع كل تفوق، نشاهد كل العواصم تحتفل. أصبح مهرجان عالمي تلقائي، الكل سعداء بإنجاز المنتخب المغربي. المشهد تجاوز حدود الرياضة، نشاهدوا أطفال ونساء وشيوخ وشباب، الجميع خرج ليعيش لحظة وطنية صنعتها كرة القدم. هذا مفعول وسحر كرة القدم. المنتخب المغربي يهدي الفرحة. نحن محظوظون نحن العرب، لأنه اليوم أصبح لدينا جناحان، المنتخب المصري والمنتخب المغربي، ويا رب نشوفوا فرحة مصرية قادمة.